امبارح كانت زميلتنا بتحكي للشيخ ازاي كانت سبب في ان والدها يطلع يحج. كنت بسمع عادي لحد ما بدأت ألاحظ حاجة لفتت انتباهي. عينيها، في نقطة معينة عينيها بتدمع وهي بتحكي ازاي كانت بتدعي ربنا وبتتمنى انها تكون سبب في فرحته، وازاي ربنا استجاب لدعائها وبشكل استثنائي كل حاجة حصلت فجأة. عينيها بتدمع لدرجة اني كنت عايزة اقوم احضنها من كتر ما هي حنونة. عايزة اقولها فهماكي، عارفة ايه ورا الدموع دي؟ عارفة المسافة ما بين اللي بنتمنى نعمله واللي بنعمله فعلا. كل واحد فينا عنده دين محبة عايز يسدده بس ظروفه مش سامحة، مخزون مشاعر بيطلع في شكل أمنيات ودعوات ودموع مستخبية جوه عينيه. الدين الوحيد اللي الواحد مش هيقدر يسدده أبدا مهما قدم، لأنه مهما عمل هيفضل قليل جدا جنب الأثر اللي اتحفر في قلبه. ديون أصحابها معرفوش هي عملت فينا ايه، ويمكن حتى نسيوها، بس احنا أبدا ما بننساش. فنقدر نسمي حلقة النهاردة بعض الديون لا يمكن سدادها مهما طال الزمان.